السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في مطبخ بيبي رشاد. يا رب تكونوا في أسعد حال ورضا من الله عز وجل. إن شاء الله النهاردة الحلقة تعجبكم. حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. المولد النبوي قرب خلاص. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القشطة، وإزاي من نفس المكونات هنعمل المارشميلو. طريقة سهلة جدا، وشايفين ما شاء الله. يعني الحمد لله طلعت مظبوطة قوي قوي. وال انا مش اول مرة اعملها في القناة، عملتها قبل كده، وكمان المرة دي طلعت حلوة جدا والمقادير تمام. ده بقى المارشميلو، شايفين زي القمر ازاي بنفس المكونات بالظبط. وحبايبي اللي لسه ما نورونيش بالاشتراك، يا ريت ينوروني بالاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. ان شاء الله يعجبكم جميعا. نسمي بسم الله كده ونشوف المقادير والطريقة. عندي في الحلة دي هحط 3 كوبايات سكر، وكوباية ونص مية، ونص معلقة صغيرة ملح ليمون. ممكن نحط معلقة كبيرة عصير ليمون عادي. لما يغلوا على النار كده والسكر يدوب هنحط كوباية سكر جلوكوز او عسل جلوكوز، وده متوفر عند العطارين او اللي بيبيعوا مستلزمات الحلويات، ولازم ضروري ان هو يبقى موجود عشان الوصفة تنجح. وهنرجع نحطهم على النار، هيغلوا تقريبا 5 دقايق. يعني في الاول 3 دقايق كده عقبال ما السكر يدوب، وبعد كده 3 4 دقايق تانيين. عندي بقى في البولة دي هحط 6 معالق جيلاتين. انتوا ممكن تعملوا مقادير نص المقادير اللي انا قلتها لكم دي. وهحط كوباية الا ربع مية عادية من الحنفية خالص، وهنقلبهم ونسيبهم كده على جنب. شايفين القوام تخن ازاي وانا بقلب وما عملش كلاكيع؟ ده دليل على ان الجيلاتين ده نوع حلو. عندي بقى الصينية هجهزها، هفرد فيها كيس بلاستيك او اللي هو كيس التلاجة، او ممكن ورق زبدة وتدهنيها دهنة زيت كويسة جدا. هنرش بقى جوز هند وزبيب. ممكن لو عندك بقى فواكه اللي هي المسكرة دي ممكن تحطي منها، او تحطي سوداني او اي مكسرات. الشربات او العسل اللي احنا عملناه ده خلاص بعد ما شلته من على النار هنستخدمه سخن، مش هتسيبيه يبرد. بس اول ما ينزل من على النار هحط معلقة كبيرة فانيليا زي ما قلتلك. انتي ممكن تعملي نص المقادير، وانا ان شاء الله هنزلها لك في صندوق الوصف وبالمقادير اللي هي نص دي، لان انا كنت عايزة اعمل كمية. عندي بقى في حاجة ستانلس، سواء طبق ستانلس او حلة، هنحط بقى الجيلاتين. وهنضربه ضربة خفيفة كده يعني نلينه. وبعد كده بقى هنحط العسل زي ما قلت لكم وهو سخن. هنحط شوية شوية علشان سخن ما يطرطش علينا كده ويلسعنا، حبة حبة كده. انت ممكن تحطي الكمية كلها لو عندك الحاجة اللي هتضربي فيها الخليط ده غويطة شوية، ممكن تحطي العسل كله، بس للأمان يعني حطي شوية شوية.
شايفين اللون بالتدريج بيبدأ يفتح، وطبعا الكمية بتعلى، مش كمية العسل بس، لا ده هو من الضرب بيدخل فيه هواء، والجيلاتين بيبدأ بقى يعني يتحول لفوم كده. عايزه اقول لكم انه بيبقى هش جدا، شايفين المارشميلو بيبقى هش ازاي؟ هو تقريبا نفس الحكايه. بتضربي بالمضرب، او ممكن لو عجان على فكره في الكف بتاع المضرب تشتغلي بيه، يعني تقريبا 10 دقايق بالمضرب، علشان ما يسخنش منك المضرب ده. ممكن تريحيه دقيقتين كده وتكملي تاني، مش هيحصل حاجه. شايفين القوام بدأ يتخن، واللون بدأ يفتح، والكميه بتكبر لان داخلها هوا كتير. انا خلصت بقى الكميه خالص بتاعت العسل بتاعنا، وهكمل ضرب لغاية ما يوصل لقوام معين كده هتشوفوه معايا. حبايبي اللي لسه ما عملوش لايك يا ريت يشرفوني كده ويعملوا لايك واشتراك للقناة. شايفين تخن ازاي القوام؟ شايفين طالما عمل الشريط ده خلاص هو كده القوام المظبوط جدا. شايفين اللون فعلا قشطة. افتحي خالص خالص، بس اصبري عليه في الضرب علشان يطلع معاكي مظبوط. والمقادير والمكونات اشتغلي بيها زي ما قلتلك بالظبط، هيطلع معاكي ناجح ان شاء الله. هنصبه بقى في الصينية اللي انا مجهزاها. طبعا هي ما كفتش، هي خدت تقريبا نص الكمية او اكتر شوية صغيرين. شايفين انا حبيت بقى احط يعني فوق الوش كده شوية جوز هند وزبيب برضو. شايفين القوام؟ هو ده القوام المظبوط. ولازم تتأكدي من ان الجيلاتين جايباه ما يبقاش مركون عند العطار، يبقى نوع حلو من عطار او حد من اللي بيبيع مستلزمات الحلويات، يكون مضمون. شايفين؟ انا حبيت ارش جوز هند كده وشوية زبيب، بس الكاميرا فصلت معلش. هتسيبيه يبرد براحته خالص لغاية اما يجمد. لو الدنيا عندك حر ممكن تحطيه في التلاجة 3 4 ساعات، هتلاقيه جمد وتماسك بقى زي الفل. طبعا انا زي ما قلتلكوا الكمية كانت كتيرة، فروحت مجهزة علبة علشان اصب فيها الباقي. انا رشيت برضو في القعدة جوز هند وزبيب، بس انا عندي بقى حد من الولاد ما بيحبهمش، فهقول لكم عملت فيهم ايه، او في الكمية الاخيرة دي هقول لكم دلوقتي عملت فيها ايه. في فيديو برضو للسمسمية والحمصية، كان الفيديو اللي فات على طول، يا ريت تشوفوه برضو، كانت ناجحة جدا والله. عندي بقى الصينية اهي، هرش رشة جوز هند تاني. شايفين انا حطيت الزبيب اهو، ورشة على البلانشة اللي انا هقلب عليها. ممكن تطلعيه بالكيس وتقطعي على طول على الكيس زي ما انا عملت مع الكمية التانية. هتدهني بقى السكينة بالزيت دهنة خفيفة كده عشان يعني يسهل التقطيع شوية، وتبدأي بقى تقطعي الحجم اللي انت محتاجاه. شايفين وانا بقطعها مدية الاحساس المظبوط بتاع القشطة اللي بنجيبها من افخم محلات الحلويات. شايفين ما شاء الله. هتاخدي بقى كل قطعة كده وتغلفيها بجوز الهند والزبيب. شايفين المطاطية بتاعتها؟ بنغلفهم علشان
لو سيبناها كده بتلزق في بعض كده وما بتبقاش ظريفة، وفي في نفس الوقت جوز الهند بيدي كده طعم مع الزبيب. شكلها يا جماعة مغري، وانا بشتغل فيها كده ما قدرتش، رحت واكلة واحدة طعمها حلو جدا. الفانيليا مديها طعم حلو. لو حبيتوا تحطوا ماء وردة او ماء زهر ممكن تحطوا معلقة، بس احنا بنفضل عندنا يعني الفانيليا. شايفين ما شاء الله تحفة. هنشوف بقى العلبة عملنا فيها ايه. شلت الكيس زي ما هو كده، وحضرت معلقتين نشا ومعلقتين سكر بودرة وقلبتهم مع بعض علشان هعمله زي كده المارشميلو. وبمصفى كده رشيت عليه على الكمية دي السكر البودرة المتقلب مع النشا. هنبدأ بقى نقطع نفس الحكاية، بس انا حبيت اصغر الاحجام شوية هنا. شايفين يا جماعة تحفة، بسم الله ما شاء الله طالعة مظبوطة جدا. هناخد برضو كده واحدة واحدة ونغلفهم بالنشا مع السكر البودرة اللي احنا عاملينهم. دي بقى اللي هو مش بيحب المكسرات او جوز الهند، هو اي نعم يعني لازق فيها كام زبيبة كده بس مش مشكلة، مش هيبانوا. شايفين ما شاء الله. يا رب حبايبي يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين واولادكم في خير وسعادة يا رب، وتتهنوا يا رب بكل الايام، وما يجيبش حاجة وحشة لأي حد منكم. شكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.